ايوه مين؟ ايوه مين؟ انا. تعالي ياما اتفضلي. اتفضل. تعالي خشي. ايه النور ده؟ ازيك يا ابو يوسف؟ الله يسلمك. تعالي ياما عامل خشي. ايه؟ الحمد لله والله. ايه النور ده؟ معلش جايلك كده. تعالي. لا عادي، تعالي ياما ولا يهمك. خشي جوه. تعالي خشي. اتفضلي ياما. اتفضلي، بيتك ومطرحك والله. والله ياما انت مشرفاني ياما ومنوراني والله. ربنا يشرف مقدرك يا رب. الله يصلح حالك. ايه انتوا عاملين ايه؟ احنا كويسين الحمد لله والله. الحمد لله. طيب انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي ياما، كل حاجه تحت امرك. انا كنت معايا مبلغ كده، كنت رايحه اجيب علاجي بيه، كنت تعبانه ورايحه اجيب علاجي في الصيدليه، لقيت المبلغ كبير شويه. انا عايزه منك بس 300 جنيه اكمل عليهم لحد ما ابوك يجي من الشغل، وما ابوك يجي هجيبهم لك على طول. 300 جنيه؟ معلش. انت ياما مش عارف اقول لك ايه. انت عارفه هما اللي بيروح على قد اللي بيجي، واللي بيجي على قد اللي بيروح، والدنيا صعبه معايا اليومين دولت. ومعيش فلوس يعني. انت مش تايهه عن اللي انا فيه ومش تايهه يعني. معيش فلوس ياما. مفيش يعني؟ لا مفيش. طيب انا هتصرف يا قلب امك، كتر الف خير. طب اقعدي ياما. لا انا مش، انا بقى راح اتصرف. انت لو معايا كنت هديلك. لا يوم ما تحرمش منك ابدا. اتصرفي بقى من اي حد. حاضر بقى. حاضر. ماشي. حاضر. يبقى سلم لي على مراتك. الله يسلمك ياما. سلام. مع السلامه. يسلم. مش عارف انا والله. طلع تطلب مني فلوس، فكرة جايه تسأل علينا، جايه تقعد معانا شويه. طلع تطلب مني فلوس، واجيب لها منين يعني؟ اجيب لها منين؟ حتى لو معايا مش هعطيلها حاجه، تروح تستلف من اي حد بقى، ولا تجيب من اي مكان. مش عارف انا والله بتعمل كده ليه. ايه يا ابو يوسف، ماما كانت هنا بتعمل ايه؟ عادي، كانت هنا، كانت عايزه مني طلب كده. طلب ايه؟ طب ما قعدتش تتغدى معانا ليه؟ جيت ومشيت على طول. انا كنت جوه بعمل بس حاجه، ما عرفتش اطلع. يا ست عادي اسكتي بقى. كويس ان هي مشت. جايه عايزه فلوس. طب وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ احنا معانا فلوس عشان نديلها. طب وحتى لو مش معانا استلف لها حتى، ولا هتلاقي من اي حته ضمك. عادي بقى، هتروح تستلف من اي مكان بقى، مش مشكله. كويس ان هي مشت. تستلف من اي مكان؟ انت مجبور عليها ومجبور تديلها. لو ما معكش يعني لو معكش خالص المفروض تجيب لها من اي حته. اجيب لها منين يعني؟ تجيب لها عادي. ايه المشكله؟ ضمك، انت مجبور عليها. وكمان بتنزلها كده ازاي؟ ما تنزل بقى اسكتي، خليها تروح تستلف. ده عايزه علاج وبتاع، تروح تجيب بقى تستلف من اخواتي. طب ما انت معاك الفلوس. انا معايا الفلوس؟ اي معاك الفلوس يا ست. انا معايا الفلوس ومش عاطلها. ليه؟ كده ماليش مزاج اديلها. يعني انت المفروض تديلها عينك، مش فلوس. فلوس ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ لما تزعلها منك كده وتنزلها زعلانه كده، ده علاج كمان. هي تعبانه، المفروض تجيب لها علاجها وتبقى تحت رعايتها. المفروض تعمل كده. شايفه كده يعني؟ شايفه كده. المفروض دي تديلها عينك من جوه، مش تتكلم في فلوس. المفروض انت اللي تجيب لها علاجها، وانت اللي تكشف عليها، وانت اللي تعمل لها كل حاجه. مش تيجي تقولك انا محتاجه فلوس عشان اجيب علاج، تقولها معيش وانت معاك. المشكله ان انت معاك. يعني انا غلطان؟ اي غلطان. المفروض دلوقتي تنزل تراضيها وتديلها الفلوس اللي معاك، وتجيب لها علاجها، وتروح تكشف عليها وتشوف هي محتاجه ايه وتعمله لها. فعلا دي جازتها. معاك حق في كل كلمه انت قلتها. فعلا انا غلطان، وهنزل دلوقتي ابوس على راسها واشوفها محتاجه ايه واعمله لها. اعمل بس ايه يا رب؟ الوقت اعمل ايه؟ اتصرف من مين ولا اقول لمين الوقت؟ ابني قلت له اتصرف له عشان على ما ابوه يجي من الشغل. بس اعمل ايه؟ اتصرف ازاي الوقت؟ اتصرف ازاي وانا عايزه اجيب العلاج؟ اعمل ايه الوقت؟ اروح لمين؟ اروح اما مالك ياما؟ في ايه زعلانه ليه؟ مفيش حاجه يا ابني. مالك بس؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا قلبي. مفيش حاجه. يعني انت مالك كده؟ انت في انا حاسك زعلانه كده. مش زعلانه ولا حاجه، مش زعلانه، كنت تعبانه بس شويه. طب انت لسه ما صرفتش في فلوس؟ لا هتصرف. ابوك زمانه جاي، هيجي على المغرب كده. انت هتفضلي تعبانه كده لحد ما ابويا يجي؟ لا يابا الحمد لله هبقى كويسه ان شاء الله. طب يا ام حقك عليا، انا غلطان، وفعلا المفروض كنت اديك فلوس واقف جنبك. ان ما كنتش انا اقف جنبك مين اللي يقف جنبك؟ حقك على راسي من فوق يا ام. معلش، حقك عليا يا ام. معلش انا اسف، وانا غلطان في اللي انا عملته، لان ما كانش ينفع اعمل كده. ومعلش يا ام سامحيني، لان انا فعلا غلطان في اللي انا عملته ده. مسامحاني يا ام؟ ايوه سامحاني. زي ما شفتم كده يا جماعه معانا، انت المفروض مالكش بركه الا امك وابوك. المفروض امك محتاجاك في وقت زي دوت، يعني المفروض تبقى جنبها، المفروض تقف معاها. هي هتروح لمين يعني وتطلب منه وانت موجود؟ انت ابنها، انت مجبور عليها.
يعني هي جايه لك في وقت هي تعبانه فيه، هتروح تستلف من مين؟ وهي بتقول لك انا ماليش الا انت. يعني ما ينفعش اللي انت عملته ده، يعني لازما تبقى تحت رجليها، لازما تراضي امك وابوك، لازما تبقى معاهم. يعني ده علاج، وهي تعبانه هتسيبها لما تموت؟ يعني لا، لازما مالكش بركه الله امك وابوك، لازما تعمل لهم اللي هم نفسهم فيه، لازما تراضيهم عشان ربنا يرضى عنك، عشان ربنا يبارك لك في حياتك. لان انت برضه اللي انت بتعمله هتلاقيه، كما تدين تدان.